بنسبة كبيرة لو مش هتكمل الفيديو ده للآخر فدي علامة إن عندك مشكلة في التركيز. خليني أسألك، كم مرة قعدت بالساعات قدام الحاجة اللي المفروض تنجزها، سواء إنك تمسك الكتاب عشان تذاكر أو تفتح الشغل، وفجأة تلاقي نفسك ماسك الموبايل أو سرحت في ألف فكرة مختلفة؟ لو حصل لك كده فأنت مش لوحدك. التركيز بيجي من أصعب الحاجات في الزمن اللي احنا عايشينه، وسط الزحمة والتشتيت اللي حوالينا. بس السؤال المهم، ليه مش بنعرف نركز؟ وهل في طريقة نرجع بيها نلم دماغنا وننجز اللي ورانا؟ النهارده هنجاوب على الأسئلة دي ببساطة وواقعية، فيلا بينا. السلام عليكم. خلينا نجاوب على أول سؤال اللي هو إيه اللي بيخلينا نضيع تركيزنا؟ أول حاجة، التشتيت الخارجي، يعني زي الموبايل، الإشعارات، الضوضاء أو الأشخاص اللي حواليك. وأخوه التشتيت الداخلي، دماغك مليانة أفكار، قلق، توتر، أو عمال تفكر في الماضي والمستقبل. كمان قلة النوم، ودي نقطة خطيرة جدا. النوم السيء بيهد تركيزك ويخليك مش حاضر في أي حاجة. والحاجة الأخيرة، كثرة المهام، لما تحاول تعمل كذا حاجة في نفس الوقت بتضيع تركيزك وطاقتك على الفاضي، وتقوم انت وما خلصتش اي حاجة. كده عرفنا باقي العيب فين. نحله ازاي؟ بسيطة. واحد، قلل مصادر التشتيت، اقفل اشعارات الموبايل وابعده عنك. خلي مكانك هادي وبسيط، وابعد عنك اي حاجة ممكن تشتتك حتى لو انت شايفها بسيطة. دماغك لما هيمل هيمسك في الحاجات البسيطة علشان يهرب. اتنين، جهز كل حاجة قبل ما تبدأ. لو حتذاكر جهز كتبك وأقلامك وكل شيء يخص الحاجة اللي حتذاكرها. لو حتشتغل جهز اللابتوب أو الحاجة اللي حتشتغل عليها. كمان خلي جنبك مية كافية وسلاح خفيف عشان ما تقومش كل شوية. وما تنساش بقى ورقة أو نوتة تكتب فيها أي فكرة عبقرية بتقطع تركيزك علشان تفضي دماغك. ثلاثة، استخدم تقنية البومودورو، 25 دقيقة تركيز كامل زائد 5 دقائق راحة. التقسيمة دي بتخلي عقلك مستعد يركز من غير ما يزهق. بس أهم حاجة في ال5 دقائق راحة، إياك تمسك الموبايل. أربعة، قسم المهمة لأجزاء صغيرة. ابدأ بجزء صغير من المهمة كل 25 دقيقة، وخد ال5 دقائق راحة بتاعتك. وهكذا مع الوقت هتلاقي نفسك خلصت كل حاجة من غير ما تحس بملل أو ضغط. خمسة، اكتب هدفك قدامك، ودي من أقوى النقاط. اكتب عايز تعمل ايه بالظبط وتخلص قد ايه. الهدف المكتوب ده هيبقى زي البوصلة، كل ما تسرح هيرجعك للطريق. ستة، تجنب تعدد المهام، خليك في مهمة واحدة بس. تعدد المهام مش إنجاز، بالعكس ده هيخلي دماغك تتشتت وهيقلل إنتاجيتك ومش بيخليك تخلص ولا مهم. سبعة، كافئ نفسك. بعد الإنجاز اعمل حاجة بتحبها، اشرب حاجة، اتفرج على فيديو، خد استراحة لطيفة. العقل بيحب يكافئ نفسه، وكل مرة هتربط الشغل بشعور حلو هتلاقي نفسك متحمس تكمل. وأخيرا خد بالك، الوقت اللي بيفوت مش بيرجع، فاستغل كل ثانية. يلا قوم دلوقتي لم دماغك وابدأ. ولو وصلت لآخر الفيديو أحب أقول لك إنك كده أثبتت لنفسك إنك عندك مهارة التركيز، واللي ناقصك فعليا بس إنك تستغلها صح. ما تنساش بقى طبعا لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتسيب لنا تعليق براك أو موضوع حابب نتكلم فيه، وابعت الفيديو لكل حبايبك. ونلقاكم في فيديو جديد وحديث جديد من أحاديث تهمك. السلام عليكم.